خلينا نعرف في البداية امتى التدليل بيبقى خطر. أول حاجة لازم نفهمها إن التدليل مش دايما غلط، في تدليل عاطفي صحي وفي تدليل مفرط، وده اللي بيدمر الشخصية. والتدليل بيبقى خطر لما بتعملي لابنك اللي يقدر يعمله لوحده، زي تلبسيه وهو يقدر يلبس، أو تأكليه وهو يقدر ياكل، أو تشيليه وهو قادر يمشي، تعملي فروضه بدل ما تساعديه. ده بيبعت رسالة أنت مش قد المسؤولية وأنا هشيل عنك. تاني حاجة تمنعيه يجرب، زي إنك تقولي له لا بلاش تقع، أو بلاش تتوسخ، أو بلاش تلعب مع أطفال، أو بلاش تنط، وبلاش تتزحلق، وبلاش تبعد، وبتفتكري إنك كده بتحميه، لكن هو بيترجمها الدنيا خطرة وأنا ضعيف. تالت حاجة انك تشيلي عنه اي احباط. طفل زعلان نقوم نجيب له شوكولاته، عيط نديله موبايل، وقع نقول له معلش مش ذنبك، خسر نقول له ما يهمكش اصلا هم ظلموك. ده اسمه الغاء الاحباط، وهو خطر لانه يعلم الطفل انه ما بيتحملش المسؤوليه. رابع حاجه انك تمنعيه يدخل تجارب اجتماعيه، زي اللعب مع اطفال، او دخول حضانه، او الخروج، او التجربه، او مواجهات بسيطه. كل ده بيعزله ويخليه خجول ومتعلق ومش قادر يواجه العالم.